شفت اللي حصل؟ بيقول لك رئيسة وزراء نيوزيلندا استقالت من شغلها بسبب البيرن اوت. طب هو ايه البيرن اوت ده اصلا؟ تعالى بقى اما اقول لك عليه واقول لك ازاي تعرف لو عندك بيرن اوت وازاي تتعامل معاه. بس قبل ما اقول لك ما تنساش الفولو واللايك. انا محمد مشالي وجاي لك من سوق العمل. السؤال المهم دلوقتي، يعني ايه بيرن اوت؟ بالعربي اسمه احتراق وظيفي. في 2019 صنفت وزارة الصحة العالمية الاحتراق الوظيفي بانه ظاهرة مهنية، واللي اتعرف بانه حالة من الارهاق الجسدي والعاطفي بيتعرض لها الموظف نتيجة تعرضه لضغوط كبيرة في الشغل والمدة طويلة، واللي بتأثر على المدى الطويل على صحته ونفسيته. طب ايه هي بقى اعراض الاحتراق الوظيفي؟ شعور العجز في سن مبكر، وعدم الرضا، وعدم الثقة بالنفس، والسلبية. كل دي اعراض الاحتراق الوظيفي جوه الشغل، وبتأثر في الموظف على المدى البعيد جسديا ونفسيا، وفجأة لا قدر الله ممكن يقع من طوله ونرجع نقول ماله ده كان كويس. لا، ما كانش كويس، بس هو اللي ما اتكلمش. طب والحل ايه؟ الحل انك تبدا تساعد نفسك، ولو مش قادر دور على متخصص انه يساعدك. ونصيحه مني بقى، بلاش تاخد قرار مصيري له علاقه بشغلك في وقت زي ده. مهم كمان انك توازن ما بين حياتك الشخصيه وحياتك المهنيه، ودي حاجات انا ياما كلمتك عليها بس انت مش عايز تسمع كلامي. وبس يا سيدي، لو اول مره تسمع عن الاحتراق الوظيفي اكتب لي في الكومنتس، ولو مريت بالحاله دي قول لي قدرت تعدي منها ازاي.